على ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني قلت لكم ده واحد هجاص، ده واحد بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه، هدفه اللي هو اثاره الجدل، بيحب إثارة الجدل ويتكلم عن النادي الأهلي بطريقة مش كويسة. بيحب يثير الجدل كتير. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا جدا تجاه النادي الأهلي، واحد بتاع ترند ولقطة. هجاص ده بتاع ترند ولقطة، بيحب الترند أو اللقطة جدا يعني، بيحب الترند واللقطة وبيحب يتكلم عن النادي الأهلي كلام مش كويس. فطبعا هجاص بتاع هو بيقول كلام بشع عن النادي الأهلي، كلام غير محترم عن النادي الأهلي، كلامه بينم على التعصب فتنة. فهو طبعا هو بيقول حاجات اصلا مش موجوده على الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عامل له مرض نفسه، عمله تعب نفسه، عمله عقده من السنين يعني. طبعا القصه بتاعته طبعا هو ب 100 وش مترام، ما عندوش اساس، ما عندوش مبدا في حياته، في نفسه هو منافق ومدرس وكذاب وان هو بيكره وبيغل وهو بيحقد. والشرمه بتوع النادي الاهلي عملوا مشكله وعملوا عقده من السنين لان هو بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه يعني، بجد حاجه في منتهى التعصب والفتنه وحاجه غير محترمه. تعال شوف معايا كده. كلامك يبقى امام عاشور ما فاتش الاهلي. كل ده كدنسه بما فيهم زيزو. اسمع الكلام ده بس عشان ان انا اكسر الجماهير. يعني بجد والله ده ازاي بيطلع في الاعلام؟ بجد والله اللي زي ده ازاي بيطلع في الاعلام؟ يعني انا مش فاهم، واحد بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه وبيقول كلام زي ده، ازاي بيطلع في الاعلام؟ نفسي افهم ازاي ده بيطلع في الاعلام. لما يطلع يجي يقول لك ان امام عاشور وزيزو كدنسه، طب ما بيقولش على الزمالك ليه كده؟ لان هو زملكاوي، لان هو بيكره النادي الاهلي. فهو لما يجي يقول لك كده نسا، في واحد بيطلع في الاعلام امام المشاهدين يقول لك صفقتين كده نسا، في واحد يقول الكلام ده. بجد والله العظيم انا مش عارف ازاي ده بيطلع في الاعلام، ولغايه دلوقتي انا بسال نفسي ازاي ده بيطلع في الاعلام؟ ازاي ده يظهر امام المشاهدين بهذا الشكل السوء والكلام السوء اللي هو بيقوله؟ مش فاهم يعني انا يعني. ويطلع يجي يقول هو امام عاشور وجع، كان عارف هو وجع ناس تانية يعني. امام عاشور وزيزو مضايقك قوي يا مضايقك قوي يا هجاص، ومضايق ناس تانية برضو. فانت عايز تجيب ايه؟ امام عاشور وزيزو تقول ايه؟ تقول كيد نسا؟ لا مش كيد نسا يا هجاص، مش كيد نسا. هو بس انت بتقول كيد نسا عشان هيروحوا الاهلي، لكن لو راح على نادي تاني مش هتقول كيد نسا، بس عشان هم راحوا الاهلي. فطبعا هو مكتمن بيغل وبيحقد تجاه النادي الاهلي. فطبعا الهجاص ده بتاعنا، هو الهجاص ده بتاعهم هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنى في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. كل يوم رايح للأهلي أنسى وارجع فرحان أهلي كسبان.